افندم. الله، جرايه يا كرم، انا عمتك نحمده. انت نسيت شكلي ولا ايه يا ولا؟ لا مؤاخذة عمتي، اصلا انا لسه نايم. اتفضل. حط الحاجات دي فين يا باشمهندس؟ حطهم في الحمام في المطبخ. يا رب يا ساتر. ايه اللي قصدي كلها يا عمتي؟ دي حاجات اورجانيك كده تسد معاك لاخر السنه، فاكهه وخضار ولحمه وفراخ. اي اوامر تانية يا باشمهندس؟ لا شكرا. ظبط العربيه عقبال ما انزل. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه لسه ما جاتش 7. الله، وايه اللي جابك بدري كده بس يا عمتي؟ ما انا قلت الحق اليوم من اوله، صليت الفجر واتحركت على طول. الله، ايه رايح فين؟ هغير هدومي يا عمتي. ايه الكركبه دي؟ انت بتدور على ايه؟ خيلتني. الشراب انا كنت سايبه امبارح هنا. هو انت ما عندكش غيره؟ الشرابات كلها في الغساله. طب انت بتلبس ليه دلوقتي؟ رايح الشغل يا عمته. يعني انا ضاربه المشوار ده كله من المنصوره عشان تسيبني وتروح الشغل؟ ده هي مفيش، ده يا دوب 9 ساعات وهتلاقيني قدامك على طول فورا، ما تقلقيش. اسمع بقى، انا مش فاضيه للكلام ده. اتصل بيهم قول لهم تعبان، ولا حتى تكون رقبتك، قصدي رجلك اتكسرت. يا عمتي انا اترقيت خلاص وبقيت رئيس قسم قد الدنيا. قلت لك 100 مرة تسيبك من الوظيفة دي وتيجي تقعد معايا في المنصورة. ده انت عندك 10 فدادين يعيشوك ملك. انا ماليش في حوار الارض ده، والبركة فيكي بقى يا عمتي. ما هو مروان سابني وهاجر كندا وقال لي البركة فيكي يامي. يكون في علمك انت وهو، انا لو مت الارض دي هتبقى خرابة، وساعتها هتيجوا تعيطوا على قبري. ربنا يديكي طولة العمر يا ست الكل. بقول لك ايه، سيبك بقى من العك ده واسمعني. معلش والنبي يا عمتي، انا هسمع بعد ما ارجع. النهارده الحد والشوارع اكيد هتكون فوق بعضها، الركنه الوحيده اللي ممكن الاقي العربيه فوق الشجره، فارجوكي سيبيني. يا ابني النهارده السبت. ايه ده؟ وبجد السبت؟ انت متاكده من الكلام ده؟ هو اصله ايه ده؟ النهارده اجازه يعني يا عمتي. لا ده انت حالتك ما يتسكتش عليها ابدا. اقعد يا واد. طب يلا فسح شويه. ما تلقح يا واد في اي حته. ما تاخديني على حجر زمان يا عمتي. اوعى كده، ده انت رخم. هجيبه منين يا عمتي؟ العيله كلها كده. يا سلام. ايه رايك يا عمتي في الفطار والنبي؟ تسلم ايديك يا حبيبي. اهي دي الحاجه الوحيده اللي خدتها مني. نفسك حلو قوي. لا 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 لا، ده انا نفسي عداكي بكتير، خلي بالك. ده انا هدلعك دلع بقى نحمده، ما فيش كده. وتدلعني انا ليه؟ دلع البت الغلبانه اللي انت كاتب كتابها من 6 شهور وراكنها على الرف. انا كان قلبي حاسس، والله قلبي حاسس ان مجيتك دي وراها حاجه. خشي يا نحمده، خشي يا عمتي. عايزه ايه؟ اخش فين يا واد؟ قولي الكلمتين اللي واقفين في زورك وخلصيني. يعني 6 شهور يا ابو قلب حجر، ما تقعدش معاها غير 4 مرات. ما انا كل ما اقعد معاها اقفل منها يا عمتي. حرام عليك والله. المشكله فيها هي شبه ابوها. حرام عليك. دي سعاد زي القمر وبنت ناس تنقية ايدي. يا ست هي حلوه وزي الفل وزي القمر، بس وشها ضلمه. مش عارف اذا كانت مبسوطه ولا زعلانه. نفسي في مره تبتسم او تعيط حتى، او اي رياكشن افهم منها انها بني ادمه لحم ورمل. يعني هي واخده من امها قله الكلام والوش المعقود، بس من جوه ما اقولكش بافته بيضه. تاني بافته بيضه؟ تاني البافته والكاستور دي؟ ارجوكي، ما انت جبتي لي قبل كده واحده من 5 سنين وقلت لي بافته بيضه يا واد، اسمع كلام عمتك واتجوزها، وبرضه 6 شهور وطلعت بافته منيله ب60 نيل. لا 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 لا، سعاد حاجه تانية. دي بنت صاحبتي الانتيم. ده انا ونشكره زمايل دكه من اولى ابتدائي. ما هو انتوا لازم تبقوا زمايل طبعا. نحمده وجوزتني بنت نشكره، وانا سعيكم مشكره، مش كده؟ قصر الكلام. انت ايه اللي معطلك؟ اللي معطلني عايز اعرف مين مراتي، هي ولا ابوها. انا مش معطل في حاجه. الست نشكره قالت لي غير الحمام، غيرته. حط الحيطان مش عارف وش زي مش عارف ايه، حطيت. خد وشين واوضه، خش ماشي وسابت وخلاص. خلصت الشقه. اعمل ايه اكتر من كده؟ انا مش فاهم حاجه من اللي انا بقوله، من اللي بعمله معاهم. إيه انا فاهمه انت قلت ايه. ولا انا ظبطت كل حاجه. الفرح والدخله الخميس الجاي. ايه الخميس الجاي كده؟ وش لزق وش. طب مش لما ناخد الاول على بعض يا عمتي؟ هتاخدوا على بعض ازاي؟ ايوه، اخد عليها او اخد على ابوها، الاتنين مش فارقه، الاتنين شكل واحد. ما انت مش عايز تشوف خلقتها. انا يا عمتي ما بحبش المفاجآت. انا موافق اقعد معاها، بس تضمني ان انت تجيبي بطاقتها معاها عشان اعرف افرق بينها وبين ابوها. اسمعني يا كرم، انت ما ينفعش معاك غير كده، واعمل حسابك شهر العسل هيبقى عندي في المنصورة. يعني انا ما سافرتش ولا اتفسحت بقالي يجي 20 سنة، عايزاني اقضي شهر العسل في الغيط مع المحيط اللي انا رايح معاه؟ ما انت ما عتتش بيت عمتك من سنين يا واد. ده انا ساكنة في سرايا وعندي حمام سباحة يجري فيه الحوت. سرايا وحوت، وانا اقول الفلوس بتاعت المحصول بتروح فين يا نحمده؟ بلاش رغي وكتر كلام. انا هجيلك يوم الخميس الصبح اخدك من ايدك على القاع.
قاعه؟ اه انت كمان حجزت قاعه؟ طبعا. انت متاكده يا عمتي ان سعاد دي من جوه بابطه بيضه؟ عيب، دي بنت نشكره. ما هو ده اللي مخوفني. نحمده ونشكره. هتخلف ايه؟ يسهله. ايه ده يا كرم؟ دي اجازه يا فندم. ما هو مش معنى انك انت ترقيت هتتجعس على الكرسي وتدلدل رجليك. يا فندم ادلدل ايه وانت حضرتك في قرد بيكلمك؟ انا مش عايز اتجعس يا فندم، انا عايز اجازه. يا ابني ما ترفضش النعمة. انت عارف كم واحد باصص لك في الترقية دي؟ عارف يا فندم، بس انا من ساعه ما تعينت في الشركه دي وما خدتش يوم واحد اجازه يوحد ربنا. ده انا ما بتوربش يا استاذ مختار. اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني. انت دلوقتي منصبك حساس. حساس في ايه بالظبط يا استاذ مختار؟ ده انا حيالله حته رئيس قسم حقير في شركه تامين حقير. قولا واحدا يا كرم، انا ما عنديش اجازات في الاداره بتاعتي الا في الظروف الغامضه. يعني ايه ظروف غامضه؟ مش فاهم انا. يعني اجي لك والنور قاطع يا استاذ مختار؟ الله، ما انا في ظروف غامضه برضو. انت لو تعرف كميه الغموض اللي انا داخل عليه هتديني اجازه مفتوحه وتبوسني. اوعى تكون عيان يا كرم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده أنت لسه في عز شبابك يا ابني. الدكاترة قالوا لك إيه؟ طمني، ها؟ في أمل؟ يا دكتور يا أستاذ مختار، أمل مين وسعاد مين؟ أنا بقول لك ظروف غامضة تقول لي عيان. يا دي المصيبة، ده أنت لسه مأمن على نفسك من كام يوم. اوعى تعملها يا كرم وتخرب بيت الشركة. لا حول الله يا رب، ده برضه مصمم إن أنا عيان. أنا مش عيان. الله، هو ده يعني بس اللي قالك يا استاذ مختار؟ ما انت عارف يا كرم ان الشركة دي امانة في رقبتنا. ما تخافش على رقبة الشركة، انا مش عيان. انا كل الحكاية هتنيل اتجوز. ومستعجل ليه كده يا ابني؟ اهو اسرع وسيلة للانتحار حلال. انا عطلت على قد ما اقدر يا استاذ مختار، بس لو اجلت اكتر من كده العروسة هتقلب، هتبقى شبه ابوها رسمي. وعايز اجازة كام يوم؟ 10 ايام. كتير يا ابني كتير. نصيحة مني، هم يومين بس مفيش غيرهم. يومين ايه يا استاذ مختار؟ الله، تقول لي يومين؟ ده انا قاعد 6 شهور عشان خاطر اسمع صوتها، تقول لي يومين؟ ده اليومين دول يا استاذ مختار ده انا يا دوب امسح المكياج من على وشها عشان اعرف اذا كانت هي ولا ابوها. يا كرم اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. صدقني هتيجي على اليوم الثالث وتركن يا كرم. لا لا مش انا اللي اركن يا استاذ مختار، احنا لسه شباب عود نخضر. انما سعادتك هقول ايه؟ الخير والبركه، ربنا يخليك لينا يا حاج. خلاص يا كرم، هم 7 ايام مقفولين، اتفقنا؟ فرصة تانية ايه بس يا ماما؟ دي رابع مرة اقفشه متلبس. واضح كده ان الخيانة عنده هواية. الو، انت ما بترديش ليه يا ماما؟ الو الو. انا مش فاهمة حاجة من السيناريو ده. هو المفروض كده امها ماتت يعني ولا التليفون فصل شحن؟ مساء الخير. مساء النور. انا كرم الخير مبسوط، ساكن في الشقه اللي فوقك. وايه اللي يبسط في كده؟ ما انا فوقيا 3 شقق غيرك. ايه ده؟ ايه ده؟ والله دمي خفيف. مبسوط. مبسوط ده اسم ابويا، ومش عايز رغي كتير من فضلك في الموضوع ده ارجوك. ماشي يا استاذ مبسوط. انا اسمي نيلي. اهلا وسهلا. انا فرح يوم الخميس الجاي يا انسه نيلي. مبروك يا استاذ كرم، بس للاسف انا عندي تصوير يوم الخميس مسلسل كبير قوي قوي، بس اوعدك لو الاوردر اتاجل هبقى. بس لا 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 معلش، هو الشرف ليا طبعا. طبعا انا مش جاي اعزمك اصلا على الفرح. امال انت عايز ايه؟ مش انا اللي عايز، دي حماتي الست نشكره متضايقه من الشجره. شجره ايه حضرتك؟ الشجره الكبيره اللي في الجنينه بتاعتك. بوسينه؟ بوسينه مين يا نيلي؟ بقول لك الشجره. ايوه ما هي الشجره بتاعتي اسمها بوسينه يا ستي تتربى في عزك. المهم ان الاخت بوسينه ما شاء الله كبرت وطولت وفرعت والفروع بتاعتها دخلت اوضه النوم. عايز اقول لك ان في فرع منهم دخل في مناخيري وانا نايم. طب وحماتك مالها ومال مناخيرك يعني؟ دي حاجه غريبه. ايوه، ما هي خايفه على مناخير بنتها، ما احنا لازم نكون واضحين. لا انا اسفه جدا، مناخير المدام على عيني وعلى راسي، بس الا فروع بوسينه. بوسينه خلاص يا انسه، الخراط بتاع البنات خرطها بقت طول بعرض، بناقص فرع بقى ولا فرعين. وبعدين لو انت مكسوفه منها انا ممكن اتفاهم معاها. استاذ كرم، مناخيرك مالها؟ انت شامم اللي انا شماه؟ في ايه؟ شام ايه؟ شم كده، شن. اشن؟ ايوه. ده غالبا في حريقه جوه على فكره.